مش مزعلني التعادل مع سموحة، مش مزعلني التعادل، ومش مزعلني اننا خسرنا نقطتين وقبلهم نقطتين من سيراميكا، مش مزعلني كل ده. انا بس الفكرة بالنسبة لي انا مش فاهم النادي الاهلي او كولر تحديدا، احنا نازلين الماتش عايزين منه ايه؟ الاداء اللي احنا نازلين بيه طول ال90 دقيقة ده الاداء العشوائي حرفيا، انا مش عارف ايه الهدف منه. ما هو لما تلاقي المدرب بتاعك في قمة الثقة بتاعته في الشكل وفي التشكيلة وفي الاداء، هو خلاص شايف الاداء ده انا هكمل بيه ال90 دقيقة وشايف ان انا هكسب بيه. فخلاص انت راجل 80 دقيقة بحالهم ما بيفكرش ان هو يجري اي تغيير، ولما بيجري غلط او بيعمل تغيير غلط بيطلع اللعيب اللي المفروض ان هو شغال واكتر لعيب اكتف على المرمى او ايجابي او فعال على منطقه ال 18 على الاقل، لان احنا ما رحناش عند المنطقه اساسا، او ما رحناش عند الهاني سليمان اساسا. فلما تلاقي يطلع اللعيب الاكتف الوحيد في الفرقه وينزل معلش في الكلمه احمد عبد القادر اللي هو كل فكره في الكوره هو انه يقف على الكوره فتتقطع منه بس حرفيا. فانا مش فاهم التركيز فين، انت عايز ايه من الماتش؟ انا مش فاهم فعلا انت عايز ايه، يعني هل انت مثلا عايز تخسر، عايز تكسب فمعرفتش، فشلت انك تكسب؟ انت اصلا عايز ايه؟ يعني انت شايف الماتش ازاي؟ انت واقف بره ايه اللي انت شايفه؟ فده مش مشكلة ماتش، انا مش مشكلة ماتش اللي هتزعلني، مش الاداء في ماتش، مش الاداء في ماتشين اللي هيزعلوني. هي الفكرة انا ليه دايما يبقى عندي موسيماني، يبقى عندي كولر، يبقى عندي يعني ليه يبقى عندي المدرب نبقى ماشيين كويس وخدنا بطولات، نيجي في السنة اللي بعدها نريح، يضيع مننا دوري عادي جدا. يبتدي اداء الاهلي ينزل فابتدي اروح ادور على مدرب تاني فاجيب سوارش. ليه ايه اللي بيحصل؟ يعني إيه الفجوة اللي بتحصل، ايه الفجوة الزمنية كده اللي بتحصل جوه النادي الاهلي؟ بتخلي الدنيا تقع كده فنيا، بتخلي الدنيا تقع اداريا ليه؟ يعني ما هو انا لازم احط ايدي على المشكله يعني. يعني هل مثلا في تشبع؟ مش معقول. انت راجل اصلا اول حديث عملته في النادي الاهلي قلت لا، انا متفاهم جدا جمهور النادي الاهلي يوم النهارده عاملين لي تمثال، لكن لو خسرت تاني يوم هي يعني انت عارف المشكله فين. هي دي مش مشكله زي ما قلت ماتش انت خسرته وماتش اتعادلته، بطوله انت طلعت منها. انزل دخلنا الماتش ده والله انا كنت متفائل في بداية المباراة، قلت بس خلاص ابتدى الاهلي ان هو ينهي، يعني يبتدي باخر حاجة نهى عندها. يعني زي ايه؟ زي مثلا الحاجة الشهيرة انا دايما بفضل اقولها واعيد وازيد فيها، وهي ان الفرق في الفترة الاخيرة ابتدت انها تنزل ضغط على النادي الاهلي. مش عاملة حساب قوي للنادي الأهلي، مش شايفة النادي الأهلي بالهيبة بتاعته بالشكل القوي بتاعه، فخلاص كله نازل ضاغط عليك سواء بقى ميدياما سموحة سيراميكا صن داونز، يعني ما تفرقش سواء الفرقة صغيرة أو فرقة كبيرة، فكله نازل ضاغط على الأهلي خلاص. وكله طمعان في الأهلي عايز يجيب جون ضاغط عليك. فابتدى الاهلي في ميدياما بعد فتره التوقف اللي فاتت، قلت بس خلاص بقى الاهلي يعني كولر ابتدى يشتغل على نفسه، ابتدى يحفظ اللعيبه وابتدت اللعيبه تنزل بحميه وتضغط. قلت تمام. وفعلا نزل النهارده في سموحه، ده كمان النقطه دي كانت افضل في النادي الاهلي من ماتش ميدياما. يعني النهارده الاهلي بعد 4 دقائق ابتدى هو اللي ياخد الكوره، والصراع اللي كان على الاستحواذ في الملعب النهارده انتهى لصالح الاهلي مسك الكوره، وابتدت سموحه خلاص اعترفت ان انت اللي هتبقى الفعل النهارده كاهلي، واحنا هنبقى رد الفعل، فاحنا خلاص هنقف في نص الملعب بتاعنا وهنركن الاتوبيس. تمام. تمام يبقى انت كده مساله وقت، دقيقه اتنين تلاته هتجيب الجول. انت راجل دلوقتي ماشي صح. مفيش 45 دقيقة عدت ما حسيتش بالأهلي، ما حسيتش بوجود للأهلي، ما شفتش أي حاجة، مفيش غير تسديدتين، واحدة من قفشة واحدة من إمام عاشور، والاتنين كانوا بره التلات خشبات. ماشي طيب هننزل في الشوط التاني، كولر أكيد بين الشوطين يعني هيدي دش للعيبة، اللعيبة دي أصلا من نفسها تنزل عندها حمية، أكيد الشكل والأداء ده هيختلف، أكيد هيبقى في سرعة في الأداء، هيبقى في تحركات علشان التكتلات الدفاعية دي، أكيد الموضوع هيختلف. فننزل الشوط التاني فعلا في اول 5 دقايق ضغط، وانت مطوق منطقه ال 18 بتاعت سموحه، واقف حواليه وفعلا انت ضاغط ضغط شرس وعايز تجيب الجون، وفي فعلا عندك النيه انك تكسب. فتعدي دقيقه اتنين تلاته 45 دقيقه، الدقيقه تيجي 90، مفيش، يدي الحكم 5 دقايق وقت بدل ضايع. خلاص طب ممكن نجيب جون في الدقيقه بلس 90؟ لا. الاهلي لو قعد النهارده عمرنا على عمره، لو قعد يعني لو قعدنا يومين بلياليهم خلاص مش هنجيب جوان. الشكل ده والاداء ده ما بيقولش انك هتجيب جون، الشكل ده ما بيقولش ان في حاجه هتحصل، ايه؟ ما فيش حاجه مبتكره ممكن تتعمل.
فبالتالي تأدي ان انت تجيب جون، ان انت حتى ترفع عرضية صح فيجي منها جون. مفيش اصلا عرضيات بتترفع. انا عندي اكرم توفيق صفر عرضيات طول المباراة. عندي علي معلول، يعني اكرم توفيق ياخد الكرة ما يعرفش يرفع، فيقوم راكنها جايبها على شماله ويقوم نازل مبصها لاقرب واحد تحته اللي هو غالبا بيبقى مروان عطيه. مروان عطيه يقوم مبصها بالعرض لامام عاشور، امام عاشور يقوم عاطي لعلي معلول، علي معلول يقوم رافع الكرة توصلش لحد، توصل لمين؟ لكريم فؤاد، فكريم فؤاد يديها تاني لاكرم توفيق، ونفضل دايرين في نفس الدايره المفرغه وفي الفجوه الزمنيه اللي عايشين فيها دي، مفيش اي حاجه بتحصل. ما عنديش مهاجم حتى ان انا ابني عليه لعب. ما عنديش مهاجم نادي بحجم الاهلي بطل افريقيا بطل مصر 43 دوري 11 افريقيا. ما عنديش مهاجم، ما عنديش مهاجم سوبر ولا غير سوبر. ما عنديش مهاجم كهربا اللي هو مش مهاجم صريح عندي لمجرد ان هو توقف او لسبب ما مش موجود. ما عنديش مهاجم. النادي بحجم الاهلي بنزل النهارده زعلوك لاعب ناشئ، يعني ده اعتراف ضمن كده، اعتراف للاداره واعتراف للجمهور. كولر منزله عشان يقول لهم انا ما عنديش مهاجم. المشكله مش مشكلتي. كولر فعلا منزله عشان كده، هو مش منزله عشان يعمل فارق او عشان يجيب جول. لاعب ما عندوش خبرات، لاعب صغير في السن، يعني ربنا يوفقه. بس هو فعلا كولر منزله عشان كده. وكولر قاعد 80 دقيقة مدرب مش مركز، حرفيا مش مركز، واقف بره على الخط بيتفرج زينا. بل بالعكس هو شايف ان هو ماشي كده صح. يعني هو شايف ان انا المباراة مش محتاجة مني تدخل، مش محتاجة مني تغييرات. انا حطيت خلاص السيستم والشكل اللي الفرقة هتمشي بيه والتشكيل، واحنا في اي وقت هنكسب بالشكل ده. هو ده الشكل الصح. وانا مش شايف اصح من كده. ما اريكم الا ما ارى. تمام يا معلم. تمام. احنا كنا بنقول ان انت ابتديت تتعلم من اخطائك وابتديت تتواضع شوية، وخلاص ابتديت ان انت تتغير في وقت ما المفروض ان انت تغير. وتمام، لا ماشي. الدقيقة 80 وابتديت ان انت خلاص قلت لا، في حاجة بقى لازم اغيرها. في يوم ما اتغير تطلع كريم فؤاد الوحيد اللي اكتف عندك على المرمى هناك، او يعني الوحيد اللي رايح بالكرة بوشه على طول. ده اللي انت بتطلعه عشان تنزل احمد عبد القادر اللي هو واقف على الكورة عشان يرقص فتتقطع منه فتيجي بهجمة علينا. ما هو ده كولر النهارده. يعني يعني انا عايز اسال كولر سؤال فعلا، انت عايز ايه من الماتش؟ انا ليه دايما كل يعني المدربين اللي عندي بعد كل البطولات اللي بياخدوها بيجوا يريحوا في السنه التانية؟ لازم يبقى عندي مانويل جوزيه يعني. حسام البدري ما كانش كده. يعني انا مش عارف المشكله فين. في مشكله لازم الكابتن بقى الخطيب بقى يقعد مع الكابتن كولر بقى، في حاجه لازم تتحل. في حاجه ما تتحلش بمجرد ان انا امشي مدرب واجيب مدرب. ما تتحلش بان انا امشي لعيبه واجيب لعيبه. ما تتحلش كده. في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه اداريا، في حاجه فنيه، في حاجه جوه مش مظبوطه. في حاجه اكبر واشمل من ان انت تخسر ماتش، من ان انت تتعادل ماتش، من ان انت تبقى عندك نزيف نقط، ان انت تخسر نقط في فرق، في ماتشات سهله، في ماتشات ملهاش لازمه، تبقى داخل حرفيا بتشحت كور. في حاجات اكبر من كده. مشكلة أكبر وأعمق من كده. ده مش شكل النادي الأهلي، وده مش أداء النادي الأهلي مع كولر نفسه بنفس اللعيبة. يعني ما هو نفس اللعيبة ونفس المدرب. في حاجة مش مظبوطة. والحاجة دي لا هتبقى عند يوتيوبر، ولا هتبقى عند مذيع ولا معلق، ولا هتبقى عند كابتن قاعد في استوديو. مش هتبقى عند القصة دي عند الكابتن محمود الخطيب، عند الكابتن كولر، عند الفرقة. لأن في حاجات بتحصل في الفترة الأخيرة مش مظبوطة. مش مظبوط ان انا يطلع من عندي لعيبه لو يجوزها. مش مظبوط ان انا يبقى عندي الكابتن محمد عبد المنعم من امبارح منزل لي ستوري يقول لي انا مظلوم. مش في حاجات مش مظبوطه. وفي ناس بتمشي من جهاز فني لاسباب غير معلومه. كابتن سيد عبد الحفيظ يمشي لاسباب غير معلومه، يجي كابتن خالد بيبو لاسباب غير معلومه برضه. في حاجات بتحصل مش مظبوطه، في مشاكل، في مشكله ما. انا مش عايز اعرف، انا كواحد من الجمهور اللي مش عايز اعرف. بس حلوا المشاكل دي. حطوا ايديكم على المشاكل دي. احنا مش داخلين على بطولات، احنا حرفيا في وسط البطولات، احنا في وسط المعمعة. عندنا ماتش يوم السبت الجاي في افريقيا في مجموعات 3 نقط. انا حرفيا بفقد نقط وانا في بطولة دوري. انا مش حمل ان انا اطلع من بطولات تانية غير البطولتين اللي طلعت فيهم. الامور ما ينفعش تمشي بالشكل ده، ومش هينفع تكمل بالطريقة دي. كابتن محمود الخطيب لازم يتدخل في اسرع وقت. لازم يبقى في حلول. مش مجرد ان انا بقى عندي ماتش مهم في كابتن محمود الخطيب يروح يسلم على اللعيبه في صباح الفل. لا، الموضوع اكبر واشمل من ان انت تتعادل في ماتش او يبقى ادائك وحش في ماتش او اتنين. بس. وشكرا.